وبعدين معاكي يا شتا، كل ما نلاقيش حاجة نعملها نقوم نعمل أي حاجة ناكلها. ببص في الدولاب لقيت كوباية الفشار الجميلة دي، يعني تسلية بقى ما اقولكوش بالليل. وهعملها كمان بطريقة غريبة جدا، أول مرة أعملها. جبت كوباية الفشار، دور الفشار انت شايفينها كده، وسلقتها في المية. هتقولي لي سلقتيها في المية؟ هقولك اهو سلقتها في المية. سلقتها في المية لمدة 5 دقايق واستوت. 5 دقايق بالظبط، وبعد كده صفيتها. هتقولي لي صفيتيها كمان هتاكليها كده؟ هقولك لأ، حطيتها في نفس الحلة وحطيت حتة زبدة صغننة جدا، وحطيت نقطتين مية عشان الزبدة ما تتحرقش. تقدر تعمليها بالزيت أو بالسمنة. المهم زي ما انت عايزة تحطي يا ست الكل، حطي يعني، حطي كالونيا، حطي اي حاجة. حطيت شوية ملح وزي كده قلبتهم بقى، وشفتي بقى النتيجة بتاخد شوية بقى في الوقت كده، وبعد كده بيطلع ابيض وجميل. وبصي ازاي بقى طلع الجمال ده، مش عارفة، تحفة. وبعدين يا شتا معاكي، وبعدين